مكون واحد جديد ضفته للطماطم خلى طعمها خطير وقوامها تقيل. النهاردة هقولك على طريقة لتفريز الطماطم هتخلي لونها أحمر وجميل وطعمها زي السكر. وطريقة جديدة وفكرة جديدة لتفريزها هتسهل عليكي طبختك. يلا بينا نبدأ، واتمنى تدعموني بلايك وتتابعوا القناة عشان يوصلكم كل جديد. جبت 6 كيلو طماطم. الطماطم دلوقتي في السوق زي ما انتوا شايفين ما شاء الله حمرة وجميلة وزي التفاح، وفي منها برضو الصغير البلح دي بتبقى مسكرة وجميلة جدا في الطبيخ، بتخلي الطبيخ مسكر. هنجيب الطماطم ونفرزها ونشوف لو فيها حاجة بايظة هنستبعدها، وطبعا انت هتبقي منقياها. بس انا كمان اللي اشتريتها 1.5 كيلو ب10، فالبياع قال لي انا اللي هنقيها بايدي. بصراحة لقيتها كويسة، قلت له ايه نقيها انت وعبيها، وهي طالما كويسة كلها ما شاء الله كلها ما تتخيرش عن بعضها، هي فيها كبير وصغير بس ما شاء الله كلها حمرة وسليمة وجميلة. هنجيبها بقى ونقوم مفضيينها في طبق كبير او صينية، وهنبتدي ان احنا نغسلها. هنحطها تحت الحنفية ونديها غسلة تمام كده، مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تنزل كل الرمل اللي فيها، ونشيل العنقود الاخضر اللي فيها ده، ونبتدي ان احنا ننضفها. الطماطم جامدة وجميلة. هنقوم جايبينها بقى بعد ما غسلناها هنصفيها، ونبتدي ان احنا نقطع العنقود الاخضر اللي فوق ده ونحطها في الحلة بتاعتنا اللي هنسويها فيها. الحلة تكون كبيرة كده واسعة عشان خاطر تاخد براحة في السوا وما تفرش معاكي على البوتاجاز وتفقد السوائل بتاعتها. هنخلص الكمية بتاعتنا بالمنظر ده كله، ونبتدي ان احنا نقطع العنقود، وبعد كده هنقومنا حاطينها على النار. هنحطها على النار على نار متوسطة، يعني ما تكونش عالية قوي ولا تكونش واطية. وهبتدي ان انا انزل بوحدة بنجر كبيرة حلوة كده على الكمية دي. بنقشر البنجر وبنقوم مقطعينها 4 تربع وحطينها. والمكون بقى الجديد اللي انا قلتلكوا عليه واللي ضفته ليها وخلى طعمها جميل، وهي البطاطا. ضفت لها وحدة بطاطا كبيرة او وحدتين متوسطتين زي ما انتوا شايفين كده. طب البطاطا فايدتها ايه يا ام جودي؟ البطاطا بدل السكر هتعادل نسبة الحموضة في الصلصة، وهتخلي قوامها تقيل وجميل زي الكاتشب بالظبط. وانتوا هتشوفوا بنفسكم وهتجربوها وهتشوفوا. هتخلي الطماطم طعمها مسكر وجميل، لان طبعا البطاطا بيبقى فيها نشويات وبتبقى اوريدي مسكره، فهتنزل السكر اللي فيها في قلب الطماطم، ومش هنحتاج ان احنا نضيف لها سكر. هنيجي نطبخ طبختنا مش هيبقى فيها حموضه ولا هتحمي على صدرنا، ولا هتضيفي للطبخه نفسها سكر بعد كده. والبنجر طبعا عارفين فوائده، غني بالحديد والفيتامينات اللي الجسم محتاجها. وكفايه كمان ان هو بيقوي الذاكره جدا، وبيخلي لون الطماطم احمر ومورد كده وجميل. هنبتدي ان احنا بقى نقلب فيها من وقت للتاني لغايه ما يعني حجمها يقل في الحله زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنقوم طافيين عليها. هتاخد معانا حوالي من ساعه الا ربع لساعه على نار متوسطه. هنسيبها بقى تستوي وتاخد وتدي مع نفسها كده لغايه ما تفقد شويه من السوائل بتاعتها. هنقوم جايبين بقى الشفشق الخلاط بتاعنا، ونبتدي ان احنا نضرب الطماطم بالبنجر بالبطاطا بكله، مش هنشيل منهم حاجة. وبعد كده هنقوم نبتدي ان احنا نقوم حطينها في مصفى. هنجيب بولة ونحط عليها مصفى، ونبتدي ان احنا نصفي الطماطم بتاعتنا علشان نحجب اي قشرة متواجدة فيها او بذرة. القوام الصلصة هيبقى معاكي قوام يعني جميل كده وتقيل زي الكاتشب بالظبط. وكمان عارفين ان البذر والقشر بيتعب الكلى وبيتعب الهضم، فاحنا دايما بنصفي الصلصة والطماطم قبل ما بنفرزها. هنشيل بقى البذر والقشر ده هنتخلص منه. وطبعا البطاطا مش هتتصفى، لان هي دلوقتي دابت خلاص مع الطماطم هي والبنجر، يعني مش هتلاقي لهم اي اثر في الطماطم، ومش هيبانوا معاكي في الطبخه ولا هتحسي بطعمهم نهائي. انت بس هتحسي ان انت بتاكلي حاجه كده مسكره وجميله. هنصفي الكميه كلها بالمنظر ده، وبعد كده هنبتدي بقى ان احنا نعبيها في اكياس على قد وجباتنا.
انا عملت السنه اللي فاتت الطريقه دي وما شاء الله عجبت ناس كتير، وكل اللي شافها شكر فيها، وكل اللي جربها قال لي ما شاء الله الطريقه بتاعتك جميله يا ام جودي، وجابت لي مشاهدات كتير ما شاء الله. عاوزاكم تجربوها بنفس الطريقه دي وتقولوا لي فيها رايكم. ولو عايزيني اعمل لكم معجون صلصه الطماطم اكتبوا لي في التعليقات، وانا برضو هعمله لكم بطريقه جميله زي بتاعه المصانع بالظبط واحلى، بل يعني انضف كمان. عملتها برضو السنة اللي فاتت وعاشت معايا من السنة للسنة وكانت قوامها جميل. عصير صلصة الطماطم من الوصفات اللي احنا ما بنستغناش عنها في الفريزر طول السنة، مش شرط رمضان بس، دايما بنملى الفريزر بينها وبنبقى مطمنين لما بيبقى عندنا طماطم في الفريزر. الفكرة بقى الجميلة بتاعتي اللي بحب دايما اعملها كل سنة، بحب ان انا احطها في قوالب التلج واحطها في الفريزر، ولما تتجمد بقوم شايلاها واحطها في كيس وبرضو عينها في الفريزر. باجي ما احتاج ساعة الملوخية اجي افور طبق ملوخية، احتاج مكعب كده احطه مع الشوربة بيخلي الشوربة بتاعتها حمرة وجميلة. ولو هسوي محشي احط مكعبين كده على الوش من فوق يخلوا المحشي احمر وجميل. بجد فكرة جميلة وجربوها تعجبكم جدا. كل ما تجيبي طماطم وتفرزيها اعملي شوية قوالب كده وعينيها في الفريزر هتلاقيها فرقت معاكي جدا. الطريقة سهلة وجميلة، عاوزاكم تجربوها وتقولوا لي فيها رأيكم، واتمنى تدعموني بلايك ومشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد، ومنشن بقى لصاحبتك واختك عشان تلحقوا يلا تفرزوا الطماطم قبل ما تغلى لرمضان. وكل سنة وانتم طيبين. اكتبوا لي في التعليقات انتوا بتتابعوني منين، والطماطم عندكم بكام، وفرزتوها ولا لسه، وايه رأيكم في وصفة النهاردة والطريقة اللي عملتها بيها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتتابعوها عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.